خير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جاي لكم فيديو جميل قوي. لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتابعوني على صفحه الفيديو عند سيما وتعملوا لايك للفيديو ده. بصوا بقى، النهارده هنعمل كفته رز كده خطيره وجميله وحلوه قوي. لو عندك كبه هنعملها، لو ما عندكش كبه برضه هنعملها بقى بطريقه حلوه وجميله جدا، خفيفه وهشه ومش مكتومه. ونحط بقى مكون سري كده بيخلي الكفتة في حتة تانية خرافة. تعالوا بقى، لو لسه مشتركتوش تشتركوا وتابعونا على صفحة الفيديو رسيمة. والله خطيرة، أحلى ما بتعملها من بره. تعملها في البيت كده حاجة كده خرافة. ومكوناتها يعني موجودة في أي بيت. تعالوا نشوف أنا عملناها ازاي. والله أنا مش قادرة أوقف عن الأكل، طعمها خرافة جدا. تعالوا بقى نبدأ الفيديو، مش عايزين نرغي كتير. معانا كوبايتين قولي 3 كوبايات رز. احنا غسلنا الرز وسيبناه ينشف وبعدين ضربناه في مطحنة الخلاط. تمام. يا اما تشتري رز البودر ده. معانا بصلتين متوسطين قطعناهم، ومعانا كم فرق يعني كم واحدة كده عود من الشبت، وبعدين قطعناهم في الكبة ونزلنا بيهم في الكبة. ومعانا نص كيلو لحمة نزلناهم في الكبة برضو وضربناهم كل المكونات دي في الخلطة. ومعانا كام فصوص توم كده، انا بحب التوم. وهنحط بقى الرز بتاعنا، عبارة عن 3 كوبايات رز. ياخد 3 كوبايات رز بالظبط. طحناهم كويس. دي بقى لو عندك كبة، لو مش عندك خلاط بقى هتحطي في الخلاط شوية مية بحيث ايه تمشي الخلاط. تمام. وتعملي الوصفة دي بقى. المكون السري هو البيكنج باودر، بيبقى جميل جدا. وكمان بقى فيه بيبقى طعم كده. بنحط كفتة، توابل الكفتة بتديها طعم تاني وحاجة كده خرافة. وهنحط التوابل بتاعتنا. مردة فورية لحمة، والتوابل بتاعتنا كمون وشطة وكزبرة. ضربنا كل الكلام دوت في الكبة. شايفين؟ عايزة تعرفي الكبة الكفتة اتضربت تعرفي ان الكبة النضيفة من جوه، مش كمان بتلزق. ومش معقول احنا بنعمل الكفتة منغطيهاش، لا لازم نغطيها بكيس ونحطها في التلاجة ترتاح شوية. او موركيش حاجة تطلعيها وتصبعيها. ومعنا شوية زيت. هنبدأ بقى نحط ايدينا في الزيت كده ونبدأ بقى نكور الكفتة. شايفين؟ حلوة جدا وسهلة وجميلة وكمان ما عارفة ان انت عاملاها في البيت. انا الصراحة ما بحبهاش في بره، بتعجبنيش، بحس ان هي ليها طعم كده غريب مش عجباني. اهم حاجة تكون اللحمة جملي، اللحمة المفرومة تبقى جملي، بتبقى طعمة جدا وحلوة قوي. سهلة وجميلة جدا. لو مش عندك بقى خلاط، قصدي مش عندك كبة، اعمليها بقى في الخلاط. تحطي يعني مقدار نص كوباية مية أقل عشان نشغل الخلاط. وكمان الرز كوني انتي غسلاه وسايباه ينشف شوية وبعدين طحناه. ما بياخدش حاجة. يا اما تشتري الرز البودر ده، عارفينه، وبعدين تحطيه في الخلاط. شفت عملنا كمية ومعانا زيت غدير. سيبناه بقى يقدح وننزل بها الكفتة. مش هنزحم الطاسة عشان ما تبقاش زحمة وكده. هنبدأ بقى نقلي الكفتة. تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعت الكفتة. أنا بحبها ببصل، مش بحبها بثوم. ومعنا طماطم ضربناها ومعلقة سمنة بلدي. شايفين الكفتة حلوة ازاي؟ مفكتش ولا أي حاجة، خطيرة. شايفين؟ هتشوفوا على آخر وقت. برضو هنبدأ بقى نقلل بكمية. وتعالوا بقى نعمل بقيتك برضو من الكفتة. شايفين جمالها؟ حلوة وهشة وخطيرة ومش مكتومة وخشنة اهي. شايفين الطعامة؟ تعالوا بقى، شايفين؟ بوريكم لسه نضيفة اهو مفكتش، عشان احنا ماشيين بالخطوة. بصلتين متوسطين، الخضرة مش كتير. إيه الرز بحسب ان هنحط. هي خدت 3 كوبايات رز بالظبط. عارفين الكوباية الشاي اللي احنا بنشربها ده بالمقدار. دلوقتي انا بحب اقطع فيها بطاطس عشان تسحب منها الزيوت ما اجي انزل الكفتة. يا اما بتقليها، بس انا بحب احطها نية عشان تسحب الزيوت من الكفتة. نحطها بقى في الصلصة بتاعتها. وهنحط بقى إيه توابل الكفتة. شايفين؟ وفلفل اسمر وكزبرة
وسنة صغيرة سكر لحموضة الطماطم. وحطيت كمون بتوديها في حتة تانية. لو انت عايزة تعملها بتوم ماشي، لو عايزة تعملها ببصل ماشي. عملنا ببصل ومعلقة سمنة بلدي، او ما عندكيش زيت، اي مادة دهنية بتفضليها. خلاص الكفتة خلصناها، شايفين اخر حاجة اهي. هناخد حبة كده ونركنهم على جنب. هننزل بقى في الصلصة اللي هي السبكت وبقت جميلة جدا. هننزل بقى في الصلصة ونقلبها كويس. شايفين طعم خرافة. احنا حاطين الملح بتاعنا وحاطين كل التوابل بتاعتنا ومش محتاجة اي حاجة. ونسيب الحبة دولت ننقنق فيهم. احنا زمان كنا بنسرقها من ماما لما تيجي تعملها، بس دلوقتي الله يرحمها خلاص بقى. هنبدأ بقى نقلب. شايفين الكفتة متماسكة وجميلة وهشة، والبيكنج باودر اللي احنا حطيناه خليها هشة كده وخطيرة. تعالوا بقى نبدأ ونشوف. بصوا بوريكم خطيرة وجميلة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتابعونا على صفحة الفيديو اللي تسيما، وتستنوا بقى الفيديوهات اللي جاية. ومع السلامة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.